يعني اكبر اكذوبه عملها اعلام الزمالك عن فرقه الاهلي ترديد مقوله فرقه المليار. الاهلي ناقصه عناصر كتير جدا يا جماعه. عندنا نجوم متفرطه، يعني عندنا بن رمضان، عندنا زيزو، عندنا بن شرقي، عندنا تريزيجيه. طب وبعدين ما عندناش حد تاني، عندنا ديانج ومروان عطيه ماشي. طب ظهير ايمن محمد هاني. انا محتاج ظهير ايمن زي الشيبي، محتاج ظهير ايسر زي معلول. مفيش. محتاج اتنين مساكين بيعرفوا يطلعوا بالكوره، ما يرتبكوش لما الكوره العرضيه ولا الكوره المرتده. احنا شفنا كميه يا ميس باص من ياسين مرعي في الماتش اللي فات رهيبه. محتاجين راس حربه يخلص، محتاجين بديل لزيزو. امام عاشور اتصاب ملوش بديل، محتاجين حد تمانية مع بير رمضان. اديكوا شايفين مستوى قفشه، يعني ده لا مستوى لعيب اساسي ولا مستوى لعيب بديل. قفشه خلاص، قفشه يروح يلعب في نادي ليبي يعمل له قرشين ويريحنا منه يعني الصراحه. آه محتاجين جناح يمين بديل لزيزو. الشمال فيها تريزيجيه وفيها بن شرقي وفيها احمد عبد القادر. محتاجين راس حربه. محتاجين نمشي اشرف داري، ومحتاجين نمشي ديانج على فكره. يعني ديانج عقده بيخلص، يبقى اتنين اجانب، نجيب اتنين اجانب، نجيب جناح وراس حربه. فبقول لك يعني الاعلام خالد الغندور وطارق السيد وديويدار واشباههم يعني. هو اخطر حاجه على فرقه الاهلي انها اتصدرت انها فرقه النجوم، وهي مش فرقه نجوم، فرقه ناقصها كتير جدا جدا جدا. فعلى الله في يناير يحصل جديد. ومشكلة ان المواهب المصريه كمان نادره، فنسال الله تسعيد في يناير ان شاء الله.